الجزمة دي في 2021 كانت أغلى جزمة اتباعت في تاريخ البشرية كلها، وبالرغم إن مايكل جوردن كان بيتغرم بسببها $5000 كل ماتش فضل بيلبسها. قانون ال NBA واضح، أي لاعب لازم الجزمة اللي يلبسها اللون الأبيض يبقى موجود فيها بنسبة 51%. ال NBA قالت لمايكل جوردن ما تلبسش الجزمة دي تاني، وبعتوله تحذيرات قوية جدا عشان يبطل يلبسها، وبالرغم من كده فضل كل ماتش بيلبسها وعاند معاهم لحد لما الغرامة وصلت لأكتر من $25,000 وهو كمل عادي. On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. طيب هي الجزمة دي كانت غالية عليه مثلا؟ لا. طيب هل الجزمة دي جوردن كان بيحبها؟ بالعكس، أول مرة شافها قال مش هلبس الجزمة دي شبه ألوان الشيطان. طيب ليه واحد يدفع كل ماتش $5000 عشان جزمة مش بيحبها أصلا؟ وليه أساسا جزمة زي دي تتباع بأكتر من $1,500,000؟ I'm really supposed to believe that Michael Jordan in high school couldn't get a date, got cut from the varsity team. جزمة مايكل جوردن كانت بتدخل الملعب قبله. لما ال NBA قالت لجوردن ما تلبسش الجزمة دي تاني، ما كانتش عاملة الأزمة دي عشان لون جزمة. مفيش دوري في العالم بيخسر فلوس ويدخل خناقة إعلامية عشان الأحمر والأسود مش عاجبينه. بس المشكلة ما كانتش بقى في الجزمة، المشكلة كانت في الرسالة اللي جوه الجزمة. أصل وسط ملعب كله جزم بيضة، انت ليه عايز تلبس جزمة اسود في احمر؟ Is this the shoe that the NBA wouldn't let you wear? Now why wouldn't they let you wear it? Just because it's ugly? جوردن العالم كان شايفه ملوش قيمة وهو طفل، خصوصا اصحابه. تخيل يبقى حلمك انك تلعب في فريق معين وانت واعز صاحب ليك اللي كل يوم مع بعض بتمشوا وبتلعبوا، ويجي في دماغكم فكرة انكم تروحوا تقدموا في الاختبارات بتاعت فريق، وبعدين الاسامي تتنادى وتسمع المدرب بينده اسمه هو وانت ولا كأنك هنا. I wanted to prove not just to Leroy Smith, not just to myself, but to the coach who actually picked Leroy over me. I wanted to make sure you understood you made a mistake, dude. انت قصير ومش نافع، دي الجملة اللي اتقالت بالظبط لمايكل جوردن والمدرب بيرفضه، والموقف ده سبب له جرح فضل معاه سنين ولحد ما كبر. فلما ال NBA قالت له ما تلبسش الجزمة دي تاني، جوردن حس تاني انه مرفوض ومش مميز، فده خلاه يعاند اكتر وقال مش هقلعها. ووقتها كمان نايكي شافتها فرصة مش هتتعوض وشجعته انه يكمل، وقالت له دوس واحنا ندفع الغرامة. وبعدها صمموا اعلان مشهور جدا وظهر فيه جوردن وهو لابس الجزمة، والمذيع بيقول ال NBA طردت الجزمة من الملعب. The NBA threw them out of the game. لكن ما قدرتش تمنعك انت من لبسها. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. ونتيجة ده الجزمة بقت رمز للتمرد، وده خلى كل الشباب تروح تشتريها وتلبسها، مش عشان الجزمة حلوة، عشان الجزمة بقت صورة بيوصلوا بيها نفسهم للعالم. Particularly the inner city kid, he loves that stuff. I'm wearing something I'm not supposed to be wearing. Perfect. بعد الموضوع ده لما اللعيبة شافت جوردن كسر القاعدة ونجح، كل لاعب بدأ يقول وانا كمان هلبس اللي انا عايزه، وده بسبب ان جزمة جوردن فتحت الباب للعند. بس بعدها بقى طلع واحد اسمه إيفرسون كسر الباب كله. I wanted a relationship that Michael Jordan, I'm sorry. إيفرسون هو اللي دخل في السلة فكرة ان ممكن لعيب سلة يكون عنده ضفاير، تاتوهات، لبس اوفر سايز، باندانا، والتيشيرت اللي بكم والشغل ده. واحد اتحكم عليه ب15 سنة سجن وهو عيل صغير، وبعدين بقى لاعب كرة سلة محترف، فما كانش فاهم هم عايزين منه ايه يعني. You gonna tell me what to wear to go play basketball? وبالرغم انه قعد في السجن 4 شهور واخد عفو لانه كان بريء، لكن الفترة دي كسرت حاجة جواه للأبد. Your tattoos, your bandana. What does these things mean to you? That's just who I am. فلما دخل ال NBA بستايله ده حرفيا دمر صورة اللاعب الشيك وخلق صورة اللاعب الروك ستار. وده مش بس أثر على ملايين المراهقين في أمريكا والعالم، ده كمان أثر على لاعيبة ال NBA نفسها، لأن إيفرسون كان بيصدر ثقافة الهيب هوب، وده خلى ال NBA تغلي من جوه ويكونوا عايزين يخلصوا منه بأي طريقة. بس المشكلة إنهم ما كانوش لاقيين مبرر، يعني أصل هيعملوا إيه يعني؟ ونتيجة انهم سابوه، نص لعيبة السلة تقريبا اتأثروا بإيفرسون وبستايله، لدرجة ان في مرة إيفرسون جات له إصابة في كوعه فلبس عليها كم ضاغط، يعني اللي هو كعلاج مش اكتر. بس بعدها حصلت حاجة غريبة، فجأة الكم ده ما بقاش بيستخدم في الرياضة دي كعلاج، بقى ستايل. ملايين الشباب بقوا بيلبسوه في الشارع وفي المدارس وفي ملاعب الباسكت، رغم ان اغلبهم اصلا ما عندوش اي اصابه. وكمان لحد النهارده اكتر من 65% من لعيبه السله بيحطوا الكمام دي على كوعهم كجزء من شكلهم مش للعلاج. No player had a greater cultural impact on the NBA than he did.
وغير ده كمان اللعيبة بدأت تلبس لبس الهيب هوب الواسع جدا والبيج كلوز وسلاسل دهب ضخمة وكبات وتيشيرتات، وكل واحد بقى عايش في دور ان هو الشبح والاونطاج بتاع السلة. اللعيبة بقت بتروح الماتش كأنها داخلة ستيج. ال NBA ما كانتش عارفة بقى تعمل ايه. هي اصلا ما كانتش متضايقة من الهدوم، هي كانت متضايقة من الصورة اللي الهدوم دي بتعملها، وفضلوا حاسين ان الصورة دي هتكلفهم كتير في يوم من الايام، لغاية لما احساسهم طلع صح وحصلت كارثة، أسوأ ليلة في تاريخ ال NBA لحد النهاردة. حصل احتكاك عادي بين 2 لعيبه، رون ارتست وده لاعب مشاغب شويه شبح كده وبتاع مشاكل، عمل فاول خشن ومستفز على اللاعب المنافس اللي اسمه بين لما اتزق مرضيش يسكت وحس ان ارتست بيعيش عليه فزقه هو كمان. الجو اتشحن شويه بس الحكام قدروا يسيطروا على الموقف يعني والموضوع عدى. بس في نفس اللحظه دي رون ارتست الشبح قال لك اما افخمها شويه وبان كاريزما، فراح ونام على ترابيزه الحكام كانه في بيتهم عشان يوري الجمهور وبين ان هو اجمد من ان هو يتخانق معاه، يعني اللي هو انا كارف. فقام واحد من الجمهور اتغاظ منه وقام رامي كوبايه بيبس مليانه تلج عليه وهو نايم. وبعدها الموضوع مش بقى بس خناقه ملعب، بقى زلزال اتسبب في انه غير قوانين الرياضه لحد يومنا ده. قوانين ال NBA اتغيرت، ملايين الدولارات ضاعت، ولاعيبه مستقبلها شبه انتهى. كل ده بسبب خناقه مدتها 120 ثانيه بس. وده لان الخناقه دي بوظت صوره ال NBA اللي كانت بتبيع نفسها كفاميلي انترتينمنت. ففجاه الجمهور شاف لعيبه محترفه بتنط مدرجات وتضرب مشجعين، وده خلى الشركات خافت والجمهور اتقفل من الدوري. الناس بطلت تروح ماتشات والمبيعات نزلت، لان مين هيشتري تيشيرت لعيب الناس شافته بيضرب جمهور؟ وده خلى الموضوع حساس اكتر مع الجمهور الامريكي الابيض، لان ده اصلا الجمهور اللي بيدفع اغلى تذاكر وبيجيب سبونسرز كبار. فوقتها اتشكل خوف جامد قوي من شكل اللعيبه والثقافه بتاعتهم، واللي طبعا مين كان السبب فيها؟ حبيبك إيفرسون. فلما الخناقه حصلت بقى الاعلام لبسوا الموضوع هو كمان وقالوا مش احنا قلنا ثقافه الشارع اللي إيفرسون بيصدرها دي هتبوظ الدوري؟ اهو حصل. فبدل ما الناس تشوف ان حاله ارتست كانت حاله فرديه، بداوا يشوفوا اللعيبه كلهم كانهم عصابات. والموضوع قلب اكتر بقى لما التحقيقات اكتشفت ان ارتست اصلا ساب الشخص اللي حدف عليه الكوبايه وراح ضرب واحد تاني ملوش علاقه ومش هو اللي عمل كده اصلا. فصورتهم اتحولت من لعيبه حصل معاهم نرفزه ملعب كده مش اكتر لبلطجيه فقدوا السيطره. وهنا اخيرا ال NBA لقت المبرر المثالي، المبرر اللي هتعرف تشد بيه على اللعيبه واهمهم إيفرسون. فبيبداوا عصر جديد، عصر الدريس كود. They started the NBA dress code because of you. I know it. قانون الدريس كود حرفيا مسح صورة راجل الشارع في السلة لحد يومنا ده. ممنوع التيشيرتات الطويلة، ممنوع اللبس الواسع، ممنوع السلاسل الضخمة، ممنوع السماعات على الرقبة، ممنوع الكبات، والنتيجة شكل اللعيب اتحول من كده لكده. كل اللعيبه اتعلمت الدرس، كله سمع الكلام، مفيش اي لبس من اللي اتمنع هيتلبس تاني. بس اللعيبه ما كانتش فاهمه تعمل ايه بقى، ما كانتش فاهمه ازاي تعبر عن نفسها تاني. لكن مع الوقت لقوا طريقه يحسوا بنفسهم بشكل مختلف، والاحساس ده على قد ما كان معقد بس كان غريب جدا. اللعيبه ما كانوش بيتنافسوا على مين اللي هيلعب احسن جوه الملعب بس، لا ده بقوا بيتنافسوا مين يدخل الملعب بشكل اشيك من التاني، ومش دايما اشيك عامه، مين ممكن يكون اغرب من التاني. ال NBA منعتهم من لبس الشارع، فبقى بيتقدم اكبر عرض ازياء في تاريخ الرياضه. بصراحه الفيديو ده وانا بكتبه ما كنتش هدف ان انا اتكلم عن الرياضه، انا كنت في الاول بحاول اجاوب على سؤال واحد بس، هل اللبس شيء مؤثر ولا شيء سطحي؟ بس الحقيقه وانا بكتب لقيت ان موضوع ال NBA ده ممتع قوي الصراحه ان اتكلم عليه، فممكن ابقى اعمل فيديو تاني اكبر عن فكره تاثير اللبس في حياتنا عموما بقى مش الرياضه بس. فقولوا لي في الكومنتات عايزين جزء تاني ولا لا ورايكم يعني، وده الانستجرام بتاعي لو حابب تبعت لي او نبقى اصحاب. وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان الشانل دي هتفيدك جدا. بس كده كان معاكم عبد الله. سلام.